السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة ثانية على قناة صوت شبيهي. غيلزمنا لتحضير هاد الصابلي المقادير التالية: 250 غرام ديال الزبدة دايبة، 2 كيسان ديال السكر ثقيل، كاس ديال الكوك محمر ومطحون، 2 كيسان ديال الزيت، 2 البيضات، وبطبيعة الحال الدقيق حسب الخليط، وكذلك نحتاج طابع أو قطعة بهذا الشكل. في الإناء اللي غنخلطوا فيه العجين ديالنا نوضعوا الزبدة اللي فاتنا ذوبناها ونضيفوا عليها نصف كمية ديال الطحين ونجمعوا العناصر مع بعضياتهم مزيان. بعد ذلك نضيفوا 2 البيضات وكاس ديال الكوك اللي قلنا من قبل اننا غنحمروه وغادي نطحنوه. نخلطوا تاني العجين شويه مع بعضياتو تينسجم. نضيفوا عليه 2 كيسان ديال الزيت ثم نبداو نضيفوا الطحين بكميات قليله ونجمعوا العناصر ديالنا مزيان مع بعضياتها حتى نحصلوا على العجين المميز لعجين الصابلي. وما نساوش بان لانجاح هاد الصابلي العجين ديالنا ما خصناش ندلكوه، يعني غير تنجمعوه. فاش نكملوا التحضير ديال العجين ديالنا نخلوها ترتاح واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، ثم بعد ذلك حتى نسرحوها فوق المكان اللي غنشتغلوا عليه، وتناخدوا القطاعه ولا المرشم اللي وريناكم في بدايه الفيديو وتنقطعوا الصابلي وتنسرحوا العجين ديالنا حتى تنحصلوا على عجين بسمك 4 ملم تقريبا. ثم تناخدوا القطاعه اللي وريناكم في بدايه الفيديو وتنقطعوا الصابلي ديالنا، تنوضعوهم في صينيه اولا فلاطه، تندخلوهم الفران لمده تقريبا 15 دقيقه. مره تنطلعوا عليهم باش ما يتحرقوش لينا، باش في النهايه تنحصلوا على قطع ديال الصابلي بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره. ثم تنمروا لعمليه الزيين. لتزيين الصابلي ديالنا غنحتاجوا كميه من الكاوكاو وكذلك كميه من الشوكولاط الابيض، القليل من الكونفيتور، القليل من الجليكوز. بالنسبه للكاوكاو قمنا بالمراحل التاليه: اننا سلقناه وقشرناه، بعد ذلك تنهرمشوه اما باستعمال روبو كهربائي اللي تيعطينا كاوكاو مهرمش وما يكونش منيل، ولا بالطريقه العاديه هي تنستعملوا الماكينه ديال المطيشه وتنطحنوه فيها. اما بالنسبه للشوكولات فحنا ذوبناه واستعملنا القالب اللي كتشوفوه في الصوره. بعد ما تنشف تنحيدوهم من القالب باش كنحصلوا على قطعه ديال الشوكولات كما تتشاهدوا. كونفيتور نوع خاص بالحلويات، ما تيكونش عاقد بزاف وما تيكونوش فيه القطع، يعني سهل في الاستعمال. وكذلك الجليكوز انا اختاريته في هذه الحلقه ولا في هذا الفيديو اللي هو اللي غنستعملوه باش نلصق العناصر ديالي. يمكن لكم تعوضوه باستعمال الخليط ديال الناباج والشوكولات. كناخذوا كميه ديال الشوكولات وكنضيفوا عليها نصف الكميه من الناباج، كنوضعوهم حمام مريم وكنستعملوهم باش كنلصقوا العناصر ديالنا.
أنا في هذا المثال اختاريت الجليكوز كحل أسهل، وإليكم الآن طريقة جد جد بسيطة أننا تناخذ قطعة ديال الصابلي تنوضع فوقها يعني القليل من الجليكوز أو ناباج الشوكولات. بعد ذلك تنوضع فوقها قطعة ديال الشوكولات الأبيض، ثم تنوضع في الجناب ديال القطعة ديال الشوكولات كاوكاو مهرمش. كاوكاو ما يدخلش لنا وسط الحلقة البيضاء أو وسط القطعة ديال الشوكولات الأبيض. ثم باستعمال إما لابوش ولا الملعقة تنوضع القليل من الكونفيتور داخل القطعة أو الحلقة ديال الشوكولات الأبيض، وبهذه الطريقة كنتمكنوا أننا تنحصلوا على الصابي ديالنا. يعني كنكرروا نفس العملية حتى تنكملوا كاع القطع اللي عندنا، وفي النهاية تنحصلوا على صابلي يمكننا نزينوا به البلاطوات ديالنا، نقدموه للضيوف، نفرحوا به الوليدات، وبالصحة والراحة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.